مساء الفل يا رجالة. مساء الفل يا زملكاوية، يا محترمين، يا جمهور أحسن نادي في الكون. مساء الفل يا رجالة. مساء الفل يا زملكاوية، يا محترمين، يا جمهور أحسن نادي في الكون. مساء الفل يا جماعة، مساء الفل. بنبتدي اللايف بتاعنا النهاردة. حبايبنا اللي قاعدين معانا النهارده عندنا اخبار جامده جدا، وهنتكلم في مواضيع مهمه جدا 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 جدا، منها فساد التحكيم اللي بينته الاحصائيات قبل الفار وبعد الفار. النهارده معانا احصائيات ناديي الاهلي والزمالك قبل الفار وبعد الفار. فلو سمحتوا حبايبنا اللي قاعدين معانا، عشان الكلام وطبعا النهارده هنتكلم في التحكيم بتاع محمود عاشور والكلام ده كله. حبايبنا اللي قاعدين معانا عشان التفاعل على اللايف، احب ان الكلام بتاع النهارده يسمعوا اكبر عدد ممكن من الزملكاويه. فاستاذنكم كل الناس اللي قاعدين معانا لايك ولاف على قد ما تقدروا، وشير لللايف. شير يا جماعه، اللي يقدر يشير على البيج عنده، اللي يقدر يعمل انفيتيشن لاصدقائه، اللي يقدر يشير على جروبات زملكاويه، شيروا على قد ما تقدروا. عايزين نوصل لاكبر قدر ممكن من الزملكاويه اللي عايزينهم يسمعوا كلامنا النهارده جدا، لان بمنتهى الامانه في حاجات تنرفز جدا 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 جدا. منها احصائيات نادي الاهلي والزمالك قبل وبعد الفار، مما يوضح فساد التحكيم وتعنته ضد نادي الزمالك. فعايزين يا جماعه ومنها برضو الاستفتاء اللي عمله امبارح الكابتن احمد شوبير، افضل لاعبين في الدوري المصري 2019 2020، والكلام الفارغ اللي حصل دوت امبارح. فعايزكم بمنتهى الامانه بمنتهى الامانه تشيروا على قد ما تقدروا، عشان عايزين نجمع اكبر قدر ممكن من الزملكاويه. النهارده مجمع لكم معلومات قيمه جدا وكتيره جدا، والله تعبت جدا على بال ما جمعتها عشان الزملكاويه. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه. اولا احنا مش كل ما هنلعب ماتش، مش كل ما هنلعب ماتش ويبقى ماتش قبل مباراة مهمة او قبل مباراة للنادي الاهلي، الحكام هيتعمدوا يوصلونا لل 120 دقيقة عشان اللعيبة بتاعتنا توصل خلصانة. تمام، عشان نوصل للاهلي خلصانين. والحمد لله رب العالمين ان لعيبتنا قدها وقدود ورجاله، وهيثبتوا ده في ماتش الاهلي. لعيبتنا قدها وقدود ورجاله، وهيعملوا ايه؟ وهيثبتوا ده في ماتش الاهلي. والله العظيم هتشوفوا، هتشوفوا. الموضوع بقى مستفز جدا. الموضوع بقى كمية من الفساد والفجر الغير عادي من الحكام. ايه كمية الضربات الجزاء ديت اللي المفروض تحتسب وما احتسبتش؟ ايه يعني؟ انا مش عارف كان مالك يا حبيبي؟ كان ماله الحكم؟ كان ماله؟ كان ايه يعني؟ انا مثلا لو عنده مشاكل عائلية، مشاكل اسرية، طب يشاركنا نحاول نحلله. احنا ممكن نحاول نحلله. عنده مشاكل مادية، طب نلمله. ممكن نلمله فلوس او يعني نحاول نقف جنبه لو عنده انما كده لا، كده لا، كده في استهتار، وكده في معلش يا جماعة. اولا نسيت الفقرة بس اللي ببتدي بيها دايما من اول امبارح زي ما قلنا، عشان الحملة الممنهجة للهجوم على رسول الله عليه الصلاة والسلام في فرنسا الايام اللي فاتت. بنبتدي بنقول الا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبنبتدي بالصلاة والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فلو سمحتوا احب اشوف كلمة عليه الصلاة والسلام منكم على قد ما نقدر يا زملكاوية. استأذنكم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. آه عايزين نتكلم على ماتش النهارده. الماتش معلش أنا هعدي على الماتش يا عم سعيد، يا عم سعيد، يا عم سعيد
خلينا بس من غير الفاظ، عشان دايما بيبقى موجود بنات وستات ما نحبش يشوفوا الالفاظ ديت. عايزين نعدي على الماتش بسرعة عشان عندنا محمود عاشور الحكم يا ماضي، عشان نتكلم. عندنا قضايا تانية أهم من المباراة الصراحة. المباراة أولا وأخيرا الحمد لله رب العالمين إننا عدينا منها. آه، انا بس نفسي اعرف، هو احنا كل ما نلعب نادي مصر احنا برضو يا جماعه عندنا مشكله؟ باتشيكو برضو الف شويه وعمل تغييرات ملهاش معنى كتير. انا بس عايز اعرف، هو احنا نادي مصر ده يعني ايه مشكلتنا معاه؟ عشان مثلا اسمه مصر فما بنحبش نغلبه؟ انا مش فاهم. يعني انا مش فاهم. ده اول حاجه. الماتش ابتدى بمحمود جنش واحمد عيد ومحمد عبد الغني ومحمود علاء، عبد الله جمعه، اسلام جابر، امام عاشور، شيكابالا، اوباما، كاسونجو، مصطفى محمد. طبعا شفنا التغييرات وشفنا المباراه مش محتاجين كلام كتير. شفنا التغييرات، احمد عيد نزل مكانه اسامه فيصل في الدقيقه 88، اسلام جابر في الدقيقه 75 برضو اتغير، وامام عاشور. امام عاشور بقى اللي اتطرد في الدقيقه 61 دوت، انا نفسي اعرف ايه مشكلته. ايه مشكله امام عاشور؟ يا امام يا عاشور، انت لعيب كويس جدا، لعيب كويس جدا يا حبيبي، والله العظيم لعيب كويس جدا، ولكن التهور يعيبك. التهور يعيبك. لو كنت بنلعب نص ساعة ناقصين، لو كنا بنلعب كاملين والفرقة التانية كانت بدأت في الانهيار البدني يا حبيبي، كنا جبنا جون واتنين وما لعبناش 120 دقيقة قبل 5 أيام من نهائي دوري أبطال أفريقيا. يا إمام يا عاشور ركز شوية، أنت زملكاوي ومجتهد ولعيب كبير، عايزين تركيز من إمام عاشور شوية وعدم تهور. تمام. شيكابالا طلع في الدقيقه 93، نزل مكانه محمد عبد السلام. كاسونجو كابونجو في الدقيقه 58 نزل مكانه احمد سيد زيزو. كاسونجو كابونجو النهارده بيستدعي اصوات من الفضاء. كاسونجو كابونجو بيستدعي اصوات من الفضاء. انا مش عارف ايه مشكله كاسونجو كابونجو النهارده. كان سيء جدا 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 جدا، ما بيبصش، متهور، متسرع، رجله مش مظبوطه باي شكل من الاشكال. مصطفى محمد النهارده واضح عليه الاجهاد والتركيز في مباراة نهائي دوري الأبطال. جيمي باتشيكو النهارده التغييرات غريبة جدا. التشكيل فيه مشاكل، ما ينفعش يعني اسلام جابر وامام عاشور مع بعض كده من اول الماتش. الفرقه اللي احنا بنلعبها برضو فرقه كويسه، وبيدربها مدرب كبير، بيدربها مدرب كبير. حبيبي يا سعيد حبيبي، بيدربها مدرب كبير. الراجل اسامه نبيه مدرب ما هوش صغير وحافظ نادي الزمالك. ما ينفعش نلعب قدامهم بالرعونه دي وبالتشكيل ده. تمام. الهدف الاول جه لنادي مصر الدقيقه 58، عبد الرحمن جنديه. تعادل اسامه فيصل في الدقيقه 96 في الثواني الاخيره من الوقت بدل الضايع. الهدف الثاني جابه زيزو في الدقيقه 116 من ضربه جزاء. الحكم محمود عاشور. ما هذا الفساد سيدي الفاضل؟ ما هذا الفساد؟ ما هذا الفساد؟ انت بتجيبوا القلب ده منين يا جماعه؟ يعني انتوا بتجيبوا القلب ده منين؟ انتوا بتجيبوا القلب ده منين؟ ايه مشكلتكم مع الزمالك؟ مشكلتكم انكم كنت كل ما تيجوا على الزمالك مرتضى منصور يرنكم؟ مشكلتكم ان انتوا بتحكموا لنادي واحد، وهقول لكم بالدليل وبالارقام. واللي جاب الكلام ده الراجل المحلل ابو نضاره، الله يصلح ده صراحه ربنا مش عارف اسمه، كان جاي مع مهيب عبد الهادي وجاب ارقام مع مهيب عبد الهادي. مهيب عبد الهادي اللي هو برضه معلش يعني لا مؤاخذه، لا مؤاخذه، يعني برضه مش محايد 100%. الارقام دي جت مع مهيب عبد الهادي يا جماعه. انا حسبت لكم فساد التحكيم ضد الزمالك دلوقتي. تمام. معانا كده حاجه وبرضه هنتكلم النهارده على الهجوم ضد الزمالك. يا جماعه معلش انا اسف، انا في الديسكريبشن بتاع اللايف من فوق حاطط لكم قناه اليوتيوب. اتمنى نخش كلنا نشترك في قناه اليوتيوب. حاطط لكم اللينك بتاعها. اتمنى كلنا نخش نشترك في قناه اليوتيوب على قد ما نقدر، عشان دي منصتنا. انا اكتشفت حاجه يا جماعه، اكتشفت ان قنوات اليوتيوب اللي تخص الزمالك، القنوات اللي تخص الزمالك على اليوتيوب، يا اما قنوات بتقدم اخبار فقط، يا اما قنوات للاسف زي قناه تامر عبد الحميد اللي هنتكلم عليه من شويه. مش تامر عبد الحميد دونجا، تامر عبد الحميد الثاني القديم اللي هنتكلم عليه من شويه، اللي بيعملوا قنوات يهاجموا الزمالك ومرتضى منصور. فاحنا عايزين نكبر قناتنا، لان احنا قناتنا دي هنستخدمها في الدفاع عن نادي الزمالك وفي كلمه الحق. فانا حاطط لكم اللينك فوق. اتمنى منكم المشاركه معايا في اننا نكبر القناه.
احنا الماتش مش محتاج كلام كتير، الماتش مش محتاج كلام كتير، كلنا شفنا الماتش ما فيهوش فنيات كتير، الماتش كان فاصل ما يلحقش الكرويه بمنتهى الامانه. باتشيكو كان نازل النهارده باحتياطيين وبناس ما لعبتش بقالها كتير، عينه على نهائي دوري ابطال افريقيا. حتى التغييرات كانت تغييرات كده، ما يعني حسيت ان الراجل مش مركز في الماتش قوي، هو عايز الثلاث نقط باي طريقه وخلاص بدون اي فنيات. زي ما بقول لكم حصل ان جه مع مع مهيب عبد الهادي. والله انا اسف، انا كنت فاكر اسم الراجل صراحه ربنا، هو راجل محترم جدا اللي بيعمل الاحصائيات دايما، ولكن نسيته، نسيت اسمه صراحه. جايب احصائيات الاهلي والزمالك قبل وبعد الفار، وفعلا اقسم بالله العظيم مصيبه، والله العظيم مصيبه. تمام. طيب نقول المصيبه فين. الاهلي قبل الفار ليه 6 ضربات جزاء، تمام، وما عليهوش ولا ضربه جزاء. الاهلي قبل الفار لما ما كانش فيه فار ليه 6 ضربات جزاء وما عليهوش ولا ضربه جزاء، ولا ضربه جزاء. واتطرد له لعيب واحد، لعيب واحد طول 16 مباراة، طول 16 مباراة. فيعني ده مبين. طب الاهلي بعد الفار بقى ليه 5 ضربات جزاء واتحسب عليه 3 ضربات جزاء. يعني الستة اللي كانوا قبل الفار بعد الفار بقوا 5 بس، الفرق مش كبير، لكن ما كانش عليه ولا ضربة جزاء. بعد الفار اتحسب عليه 3 ضربات جزاء. قبل الفار كان عليه حالة طرد واحدة، بعد الفار بقى عليه 3 حالات طرد. الناحية التانية بقى على الزمالك العكس، الزمالك قبل الفار ليه 6 ضربات جزاء، مش زي الاهلي بقى ما اتحسبش عليه ولا ضربة جزاء، لا يتحسب عليه 3 ضربات جزاء. واتطرد له 4 لعيبة. تيجي بقى تشوف بعد الفار ليه 6 برضه، بس ضربات الجزاء اللي اتحسبت عليه كانوا 3، قال له بقوا 2. حالات الطرد اللي كانوا عليه كانوا 4 حالات طرد، قال له بقوا حالة طرد واحدة، واحدة. تمام. تمام. الاهلي قبل الفار لعب 16 ماتش، فاز بال 16 ماتش. خالد طلعت، ايوه الله ينور، الله ينور يا ايمن. خالد طلعت، اسمه خالد طلعت يا جماعه، فضلا وليس امرا، عشان التفاعل مع اللايف. انا الكلام دوت يهمني ان اكتر عدد زملكاويه يسمعوه. لو سمحتوا كل الناس لايك على قد ما نقدر، وراب عشان التفاعل، عشان الناس تلم على اللايف. وحاولوا يا جماعه تشيروا اللايف دوت على قد ما نقدر، لان الكلام دوت مهم ان الناس تسمعه عشان تعرف الفرق واللي بيحصل لنا واللي بيحصل لنا، عشان لسه كمان هنتكلم عن حاجات تانية، مصايب سودة حاصله والله العظيم اقسم بالله. فنحاول على قد ما نقدر شير يا جماعه على اوسع نطاق، شير على اوسع نطاق. الاهلي قبل الفار لعب 16 ماتش، كسب ال 16 ماتش، خد نقاطه كامله 48 نقطه 100%. تمام. الاهلي بعد الفار لعب 18 ماتش، فاز 12 ماتش، خد 41 نقطه. يعني في 6 ماتشات ما كسبهمش بعد الفار. هنقول طب ما مش عارف ايه، ما كان مخلص لا يا حبيبي، الاهلي ما خلصش الدوري قبلها ب6 مرات يعني، مش للدرجه دي، مش للدرجه دي. تمام. الزمالك قبل الفار لعب 16 ماتش، فاز في 9، فكان الفرق بينه وبين الاهلي 17 نقطه من 48 ل 31. طب الزمالك بقى بعد الفار لعب 18 زيه زي الاهلي، فاز 12 زيه زي الاهلي، الفرق بس كان في ماتش تعادل او حاجه زي كده، فالاهلي خد 41 نقطه. بعد الفار الزمالك خد 40 نقطه، يعني بعد الفار الفرق بين الاهلي والزمالك نقطه، نقطه، نقطه. عرفتوا المشكله فين؟ والزمالك على كده كان بيلعب وهو عارف ان الدوري مش بتاعه السنه دي، وهو عارف ان الدوري مش بتاعه السنه دي. طيب بالنسبه بقى، خلي الاستفتاء اخر حاجه نتكلم فيها، خلي الاستفتاء اخر حاجه نتكلم فيها. في لعيب يا جماعه في الزمالك، واللعيب دوت اجزم ان ملوش تاريخ كبير، اسمه تامر عبد الحميد. مش تامر عبد الحميد دونجا بتاعنا، تامر عبد الحميد دونجا بتاعنا يا ريت كل الزملكاويه زيه. احنا بنتكلم عن تامر عبد الحميد اللي قبليه، اللي هو اللخ في الريه ده بنضاره كده، عامل بيج على الفيسبوك وعامل قناه على اليوتيوب. الراجل دوت بيفضل بيطلع لايف، بيفضل قاعد بالساعتين
يشتم ويهاجم في مرتضى منصور والزمالك. الراجل دوت قبل انتخابات مجلس الشعب بتاعت مرتضى منصور عمل جبهة وتحالف ضده، وبقى يروح يحرض الناس انها ازاي ما تنتخبش مرتضى منصور ايا كان الموقف. ايا كان الموقف. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو احنا لما نبقى ابناء نادي الزمالك وفي بينا مشكلة نطلع نعمل كده، نسيح كده ونعمل قناة على اليوتيوب لمهاجمة الزمالك ولمهاجمة مرتضى منصور ولمهاجمته في انتخابات مجلس الشعب؟ انت مالك؟ هو انت من دايرته؟ انت من الدايرة اللي هو نازل فيها؟ لو انت من الدايرة اللي هو نازل فيها ومش عايزه ده موضوع تاني، انما اننا نحرض الناس انها ما تنتخبش في الانتخابات في الانتخابات البرلمانية حد معين، انت كده انت يعني انا شايفها جريمة. انا شايفها جريمة. مش عارف ايه اللي بيحصل ده، ومش عارف صراحة ربنا ازاي بيحصل. من المفروض واحد انه كان بيلعب في نادي الزمالك، طب هل انت عشان لعبت وخلصت وما كنتش نجم كبير وانت بتلعب، ولما خلصت ما بقاش فيه شغل وما بقاش فيه هالة اعلامية، هل طالع بتعمل الكلام دوت عشان تكسب ارض؟ انا مش عارف. مش عارف كيف ينسب هؤلاء ويحسبون على الزمالك بمنتهى الأمان. نيجي بقى للاستفتاء اللي عمله امبارح السيد أحمد شوبير. أحمد شوبير امبارح كان عامل استفتاء يا جماعة، أفضل لاعبين في الدوري المصري في كل مركز، وأفضل لاعب في العموم وبتاع والكلام دوت، وعمل الاستفتاء على الفيسبوك. والغريب ان الاستفتاء اللي على الفيسبوك ده كان مصيبه. كان في استفتاء للنقاد والمحللين والفنيين المتخصصين يعني، وفي استفتاء. الاستفتاء دوت انا شفته على الفيسبوك وعلى تويتر، وده كان الهبل بعينه. يعني ده وجهة نظري، كان الهبل بعينه. وهتكلم الهبل بعينه في ايه. اول حاجه قال لك احسن لاعب. احسن لاعب المهم قال لك 10 لعيبه، في الاخر استقروا على ثلاثه. الثلاثه دول منهم عبد الله السعيد وعمرو السوليه واشرف بن شرقي، كانوا هم الثلاثه الاخرانيين. النقاد طلعوا عبد الله السعيد الاول، عمرو اشرف بن شرقي الثاني، عمرو السوليه الثالث. تيجي بقى تشوف الجمهور تلاقي الغريب بقى ان كل لعيبه النادي الاهلي حتى اللي طلعوا ثالث في استفتاء الجمهور عند شوبير كلهم طالعين اول. حتى اللعيبه اللي مش بتلعب في النادي الاهلي زي محمد شريف مثلا من انبي، بس يحسب على النادي الاهلي فطلع عند شوبير اول. فده شيء غريب جدا. هل الناس هتدي اصواتها لمحمد شريف على حساب مصطفى محمد على الفيسبوك؟ ده حاجه غريبه جدا. طيب تعالوا نتكلم نقول ازاي. قال لك عبد الله النقاد او المتخصصين قال لك عبد الله السعيد الاول، اشرف بن شرقي الثاني، عمرو السوليه الثالث. تيجي بقى الجمهور، عند الجمهور لا، عند الجمهور عمرو السوليه الاول، اشرف بن شرقي الثاني، عبد الله السعيد اللي هو النقاد ادوا رقم واحد بقى الثالث بقدره قادر. ايه. طب ايه ماشي. افضل حارس مرمى الشناوي خدها، بعديه ابو جبل، بعديه محمد بسام، وده الحاجه الوحيده اللي اتفق فيها النقاد والجمهور. افضل لاعب صاعد قال لك ابراهيم عادل واحمد عيد واكرم توفيق. ابراهيم عادل بتاع بيراميدز، واحمد عيد بتاع الزمالك، واكرم توفيق. طب اكرم توفيق ده لاعب صاعد؟ ما هو احنا برضو مش فاهمين. اكرم توفيق دوت راجل بيلعب منتخب مصر الاولمبي بقاله كام سنه، وراجل كان بيلعب في الاهلي من كام سنه، وبيلعب في انبي من كام سنه. راجل بيلعب دوري ممتاز بقاله بتاع 5 سنين. هل دوت هل دوت يعني لعيب صاعد؟ اكرم توفيق قال لي لعيب صاعد؟ ماشي. المهم النقاد قالوا ابراهيم عادل رقم واحد، احمد عيد رقم اتنين، اكرم توفيق رقم تلاته. يجي بقى الجمهور، اكرم توفيق عشان محسوب على الاهلي رقم واحد عند شوبير، طبعا ده في استفتاء شوبير. ورقم اتنين احمد عيد، رقم تلاته اللي طلع واحد برأي المتخصصين. سبحان الله. سبحان الله. بقى رقم تلاته. افضل حارس صاعد قال لك محمود جد بتاع انبي، ده ما كانش عليه وجع قلب كتير. افضل مدافع قال لك في الاخر ايمن اشرف والونش ومحمود علاء. النقاد ادوا الونش رقم واحد، محمود علاء رقم اتنين، ايمن اشرف رقم تلاته. يجي بقى عند الجمهور بتاع شوبير، ايمن اشرف اللي رقم تلاته مدينه رقم واحد، ورقم اتنين محمود علاء، ورقم تلاته الونش اللي هو النقاد مدينه رقم واحد. حاجه غريبه جدا.
قال لك افضل ديفندر، افضل لاعب وسط مدافع، قال لك اللي تأهلوا الثلاثة عمرو السولية، ديانج، طارق حامد. وانا بقى نفسي اعرف هو عمرو السولية متأهل لايه ولا لايه، انا مش فاهم. ماشي. النقاد قالوا طارق حامد رقم واحد، ديانج اتنين، عمرو السولية تلاتة. جه العكس عند جمهور شوبير، ديانج رقم واحد، طارق حامد اتنين، عمرو السولية تلاتة. افضل لاعب وسط مهاجم قال لك عبد الله السعيد وحسين الشحات واحمد سيد زيزو. برضه عبد الله السعيد خد رقم واحد، واحمد سيد زيزو خد رقم اتنين، وحسين الشحات خد رقم تلاتة. عند جمهور شوبير حسين الشحات اللي طول السيزون مصاب خد رقم واحد واحمد سيد زيزو خد رقم اتنين، وعبد الله السعيد احسن لاعب في الدوري العام خد رقم تلاتة. افضل مهاجم قال لك مصطفى محمد ومحمد شريف وحسام حسن. النقاد ضد مصطفى محمد رقم واحد ب 81%، محمد شريف رقم اتنين ب 12%. بصوا الفرق قد ايه. حسام حسن بسموحه قال لك رقم ثلاثة واخد 3%. الجمهور مدي محمد شريف اللي النقاد مدينه 12%، مديينه رقم واحد. مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ومهاجم مصر الاول رقم اتنين، قال لك حسام حسن رقم ثلاثة. قال لك افضل لاعب بديل وليد سليمان. وليد سليمان النهارده يا جماعه جاب جونين، ومع السن الراجل ما استحملش، طلع مصاب، ما استحملش الفرحه مع السن يا عيني. افضل لاعب اجنبي كان المنافسه كانت بين علي معلول وفرجاني ساسي واشرف بن شرقي. النقاد ادوا اشرف بن شرقي رقم واحد، علي معلول اتنين، فرجاني ساسي تلاتة. طبعا جمهور شوير علي معلول رقم واحد، اشرف بن شرقي اتنين، فرجاني ساسي رقم تلاتة. لكن احنا يكفينا ان النقاد النقاد والمتخصصين ادوا الحق. الغريب بقى يا جماعه، الغريب محمد محمود شريف اثار نقطه دلوقتي. لما جم يتكلموا عن احسن حارس صاعد والكلام دوت، الغريب ان كان مرشح مصطفى شوبير. هو مصطفى شوبير لعب فين؟ يعني انا ما شفتوش، ومرشح على اي اساس؟ وبعدين كانوا مرشحينه من العشرة وهو طلع بره الثلاثة الأوائل أصلا. مش عارف، شوبير مصمم يقول الثلاثة الأوائل ويقول بعديهم اتنين عشان يقول اسم ابنه، يقول الثلاثة الأوائل ويقول بعديهم اتنين عشان يقول اسم ابنه، يقول الثلاثة الأوائل ويقول بعديهم اتنين عشان اسم ابنه. ماضو بيقول لي بلاش نظرية مؤامرة ايه يا ماضو؟ هو احنا النهارده هنثبت، يعني جايين النهارده نثبت ان شوبير فير؟ انت راجل اهلاوي وانا معاك 100% ومفيش مشكله وبحترمك جدا وانت معانا على طول. انت تشهد ان شوبير فير؟ انا عارف انت عندك ضمير، حكم ضميرك كده ورد عليا، قول لي شوبير راجل فير؟ لما يفضل يقول في اسم ابنه هو اصلا مش طالع من الثلاثه الاوائل اصلا، وابنه يترشح على اي اساس؟ هو لعب امتى وفين؟ انا ما شفتوش. لو حد منكم يا جماعه شافه يقول لي. اخبار ونجم ماشي يا باشا، ونجم ماشي خلاص ان شاء الله رب العالمين يمشي. انا نفسي افهم، هو نجم كل ما يجي يسخن عشان ينزل اساسي يتصاب؟ هو في ايه؟ احنا جايبين اوناجم ده على سنه نجم من نجوم افريقيا ونجم من نجوم الوداد. ايه اللي حصل؟ ماله اوناجم؟ خير يا اوناجم يا حبيبي، مالك؟ فاوناجم كل شويه يجي ينزل وهو بيسخن يتصاب. مش اول مره تحصل. وانا سمعت ان الحمد لله رب العالمين اناجم وحميد احداد هيروحوا الوداد في صفقه تبادليه، هناخد مكانه وليد الكارتي ومبلغ مالي كمان ان شاء الله. فده تبقى حاجه كويسه، لان احنا بالامانه شفنا ان اناجم لم يضف للزمالك جديد. ولو لعبنا مصطفى فتحي هيبقى احسن بالنسبه لنا، حتى مصطفى فتحي في نص مستواه، حتى لو بيلعب برجل واحده هيبقى احسن من اوناجم. فلما يبقى ما فيش عندنا احمد سيد زيزو، عندنا شيكابالا وعندنا مصطفى فتحي. طيب معلش يا جماعه عشان برضو انا عارف ان الوقت متاخر، وانا النهارده طلعت لكم متاخر. فطبعا الناس اغلبها بكره اللي عندهم مدارس واللي عندهم كليات واللي عندهم اشغال فنايمين.
او يعني الناس يعني يا دوبك اتفرجوا على الماتش وبس، عايزين شويه تفاعل على على اللايف عشان الناس تبقى معانا. عايزين نتكلم في شويه حاجات. يا ريت شويه لايك كده وشويه لاف وبتاع، وزي ما قلنا يا جماعه على قد ما نقدر شير على اوسع نطاق. اللي يقدر يشير يشير ويبقى مشكور جدا. آه، عايزين عايزين اليومين الجايين، لان انا بمنتهى الامانه بمنتهى الامانه بمنتهى الامانه شايف ان طبعا الكارتي احسن، الكارتي احسن. صديقي الفلسطيني محمد، صباح الفل، صباح الفل من ارض العزه والكرامه. صباح الفل على ارض العزه والكرامه فلسطين الحبيبه الحبيبه. بن شرقي مكمل يا باشا، بن شرقي مكمل يا ابو مصطفى، بن شرقي مكمل يا باشا. الحمد لله رب العالمين، عندنا لعيبه السنه دي كتير. مصطفى محمد طلع احسن مهاجم، الونش طلع احسن مدافع، محمود علاء طلع تاني احسن مدافع، طارق حامد طلع احسن ديفندر، احمد سيد زيزو طلع تاني احسن خط وسط مهاجم. فالحمد لله رب العالمين عندنا لعيبه كتير كويسين جدا وعاملين موسم ممتاز. بنكمل عليهم، يا ريت الصفقات تكون مكمله وما نفرطش في حد من اللعيبه الجامده. عندنا برضو فرجاني ساسي كان من اللعيبه من الديفندرات المرشحين، من الثلاثه المرشحين. فالحمد لله رب العالمين ده شيء يعني كويس جدا بالنسبه لنادي الزمالك. عايزين نتكلم عن الناس اللي بتهاجم الزمالك من ابناء الزمالك زي تامر عبد الحميد، وزي الناس اللي انا وجهة نظري ان هم مجبهين جبهه كده، اللي هم مع هاني العتال وممدوح عباس واحمد سليمان والناس دي. الناس دي يا جماعه اقسم بالله العظيم ما عايزه توقع مرتضى منصور عشان الزمالك ولا عشان الكلام دوت. الناس دول بمنتهى الامانه بمنتهى الامانه، يعني انا شايف ان ممدوح عباس مرتضى منصور مهما كانت مساوئه احسن من ممدوح عباس بكتير. ممدوح عباس بي يا ماضو يا ماضو، انا كده بدأت فعلا يعني انت بتدافع عن شوبير لانه رمز اهلاوي، لكن انت يا ماضو عارف من جواك ومتأكد ان شوبير is not fair. شوبير is not fair. ولو هو بيقول الاسامي اللي النقاد بتختارها واللي الجمهور بيختارها، مش هيفضل يردد اسم ابنه اربع خمس مرات وهو بره الثلاثه المرشحين يا باشا. والا فسر لي انت الموقف طيب. يعني انا راجل بهري، انا راجل عايش في جو المؤامره الكونيه. فسر لي الموقف ان ابنه يبقى بره خالص يفضل يردد في اسمه وهو بيقول الثلاثه المرشحين، فيقول سبعة تمانية عشان في الاخر يلطش في ابنه اللي ما لعبش اصلا اصلا. فلا يعني كده كده في مشكله. انت يعني انت بتتكلم عن انك بتحترم حياديتي وامانتي، وانا بحترم حياديتك وامانتك. فانت دلوقتي بتحكم حياديتي وامانتي، انا كمان بحكم حياديتك وامانتك. تمام. عايزين نتكلم عن الناس اللي بتهاجم ديت. الناس دول انا شايفهم مجبهين، هم اسوأ من مرتضى منصور للاسف. مرتضى منصور راجل عمل انجازات، راجل انا شايف انه نظيف اليد، ما سرقش الزمالك، ما تربحش من الزمالك، راجل نظيف اليد. عنده بعض المساوئ اللي هي طولة اللسان والغضب الدائم والتذمر الدائم، علو الصوت، ده حاجات مش كويسة. عمرنا ما وافقنا على الإساءة، عمرنا ما وافقنا على الإساءة، ولكن بمنتهى الأمانة بمنتهى الأمانة وخلينا واقعيين. مهما كان ممدوح عباس مش أحسن من مرتضى منصور. ممدوح عباس كان أسوأ رئيس نادي أنا عاصرته بمنتهى الأمانة. فالناس ديت، طب انتوا بتقبضوا من ممدوح عباس؟ ما اقدرش اقول دوت، لان دوت حرام عليا، انا ما اقدرش اقول الكلام ده، ما اقدرش اقول الكلام ده. طب هل انتم مجبهين ضد الراجل بالشكل ده ليه؟ يعني انت تامر عبد الحميد، انت مين؟ يعني انا عايز افتكر تاريخك في الزمالك. يعني احنا لما بنيجي نفتكر اساطير الزمالك بنفتكر ابراهيم يوسف واسماعيل يوسف، بنفتكر تامر عبد الحميد، بنفتكر عبد الحليم تامر عبد الحميد دونجا مش انت، بنفتكر عبد الحليم علي، بنفتكر حازم امام، بنفتكر بنفتكر اشرف قاسم، بنفتكر اسماعيل يوسف، بنفتكر تمام. طب يبقى اتفرج، يبقى اتفرج وبعدين نتناقش يا ماضي، يبقى اتفرج وبعدين نتناقش. اتفرج وبعدين نتناقش. لو انت اتفرجت وشفت لكن انت بتدافع عنه من غير ما تشوف، ها يبقى انت كده اول مره ما تبقاش محايد. على العموم الفيديوهات موجوده على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بتاعت الاستفتاء. آه فيعني الموضوع واضح زي الشمس، الناس مجبهه ضد مرتضى منصور.
احنا مستنيين النطق بالحكم، والنطق بالحكم مش عارف المفروض قالوا 22 ولا 23 صراحه ربنا مش فاكر، هو يا بكره يا بعده. فاحنا مستنيين النطق بالحكم في القضيه، وان شاء الله رب العالمين يكون خير. عايزين نقف جنب نادينا على قد ما نقدر. الفيديو دوت او اللايف دوت فيه حاجات كتير مهمة، حاجات بتثبت فساد التحكيم لصالح الاهلي وضد الزمالك قبل وبعد الفار. احمد خاطر مساء الفل، مساء الفل، مساء الفل، مساء الفل يا جماعة، مساء الفل على حبايبنا اللي موجودين معانا. بيثبت فساد قبل وبعد الفار لصالح الاهلي وضد الزمالك في بالارقام اللي قلناهم من شويه. الفيديو دوت فيه ارقام مهمه جدا 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 بالنسبه للاحصائيات اللي اتعملت و لا انا مش ضد النقاش يا ماضو خالص، بس انا ضد انك انت هاجمتني من غير ما تشوف، او انت بلاش هاجمتني، بتدافع عن واحد من غير ما تشوف. لا شوف وبعدين دافع، شوف وبعدين دافع يا ماضي، شوف وبعدين دافع، وانا ساعتها هتقبل كلامك جدا. انت عارف انا ما صدري رحب جدا في النقاش، عادي جدا 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 جدا. انت يا باشا لو دخلت لي على الخاص وقعدت تتكلم معايا هقعد اتكلم معاك واسال. انا عندي هنا ناس كتير جدا 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 من البيج بيخشوا لي على الماسنجر وبيقعدوا يتكلموا معايا وبيقولوا لي على حاجات وانا برد عليهم، وبنفضل نتناقش عادي جدا 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 في اي وقت. انا تحت امر كل الناس اللي بتتفرج علينا، كل الناس انا تحت امرهم، تحت امرهم. فالفيديو دوت الارقام اللي قلناها فيها ديت كاحصائيات او كالكلام اللي قبل الفار التحكيم او بعد الفار او الاستفتاءات اللي اتعملت ديت، كلام كان مهم جدا جدا جدا. فاتمنى، اتمنى من الجميع اننا نشير اللايف دوت على اوسع نطاق، عشان ده في حاجات بالارقام بتثبت ان في حقوق تم سلبها من نادي الزمالك، وبتثبت ان الدوري خلصان من الدور الاول. الدوري خلصان من الدور الاول، مش انا اللي قلت كده، اللي قال كده خالد طلعت في برنامج اللعيب مع مهيب عبد الهادي. اللي مش مصدقني يراجع الفيديوهات بتاعتهم وهيشوف، بدليل ان مهيب عبد الهادي بيقول له يعني يقول لهم اهو الفار اللي بيقول، الكلام اللي بيقول، الاحصائيات اللي بتقول، الارقام اللي بتقول. فشيروا يا جماعه الفيديو بتاعنا دوت عشان الناس تعرف ايه اللي حصل مع نادي الزمالك. حاجة تانية بطلبها منكم بالنسبة للناس اللي عاملة منصات من ابناء الزمالك بيخشوا يهاجموا نادي الزمالك، عايزين يا جماعة نقول لهم بس في كومنتات بدون اي اساءة لو سمحتم، بدون اي اساءة، في كومنتات كده لطيفة: عيب حضرتك من ابناء الزمالك، عيب حضرتك من ابناء الزمالك. فكروهم، فكروهم انهم من ابناء الزمالك، فكروهم. كومنت لطيف كده بسيط بمنتهى الادب والاخلاق: عيب حضرتك من ابناء نادي الزمالك، عيب الهجوم في هذا الوقت الحاسم، ولما يبقى في بينا مشاكل المفروض نقعد نناقشها بمنتهى الادب والاخلاق في الغرف المغلقه كابناء نادي الزمالك. يعني لازم الناس دي تتوجه، وتتوجه معنا احنا جمهور الزمالك العاقل، بدون إساءة، بدون ما نخش نشتمهم، لأن احنا مش عاملين زي الجمهور اللي بيدخل يشتم في الكومنتات. احنا بنخش نقول عيب بالراحة، عيب حضرتك من أبناء نادي الزمالك. آخر حاجة عايز أحمد بيقول لي الزمالك مسلوب حقه من وقت هدف حسن شحاتة. ما تقلبش علينا المواجع يا ابو حميد. عايزين اخر حاجه عايز اقولها لكم على قد ما نقدر تاني، شير على اوسع نطاق على قد ما نقدر تاني. في الديسكريبشن بتاع اللايف فوق هتلاقوني حاطط لكم اللينك بتاع قناه اليوتيوب. يا جماعه خشوا حاولوا تشتركوا في القناه كلكم، عايزين نكبر القناه عشان يبقى لينا منصه على اليوتيوب بندافع فيها عن نادي الزمالك. اتفاجئت ان كل القنوات الخاصه بالزمالك يا اما بتقدم اخبار، بتعمل حلقات اخبار بس، بتقول خبر اخبار، يا اما ناس تانيين زي تامر عبد الحميد اللي انا قلت عليه دوت اللي بيهاجم نادي الزمالك مع انه من ابناء الزمالك. لا احنا عاملين قناه للدفاع
عن نادي الزمالك، فعايزين نكبرها عشان يبقى لينا منصة كبيرة على اليوتيوب بتدافع عن نادي الزمالك. قناتنا لسه جديدة ومحتاجة دعمكم عشان نقدر كلنا نكون مع بعض، كلنا بنكبر سوا وبنكبر حاجتنا وبنكبر اسم نادينا وبنرفعه في العالي. شكرا جزيلا. بكرة إن شاء الله نتقابل الساعة 8. بهجة المصري بيقول لي 2 زمالك 1 الأهلي، افتكر الاسم والنتيجة. هفتكره يا باشا، وإن شاء الله رب العالمين هنبقى مع بعض بإذن الله رب العالمين يوم بيوم الأيام الجاية. بكرة إن شاء الله هنبقى مع بعضينا الساعة 8. وكل اللي عايز يسأل في حاجة يجهزها من النهاردة عشان نكون مع بعض بكرة ان شاء الله. هاجيلكوا بقى وانتوا صاحيين كده، احنا النهاردة طلعنا متأخرين عشان ماتش، بس بكرة هاجي وكل في الوقت اللي هو الكل بيبقى معانا موجود معانا فيه، الوقت اللي الناس عارفاه عننا دايما بنطلع فيه الساعة 8. شكرا جزيلا أعزائي وأحبائي الكرام، دمتم في سلام الله ورعايته. أشوفكم بكرة إن شاء الله.